في كومنت بيتكرر عندي تقريبًا على كل فيديو بانزّله، نفسي أبقى منظمة زيك بس مش قادرة أبدأ، مش عارفة أبدأ منين، ولمّا باقراه باحس إن المشكلة مش في الكسل، المشكلة إن مجرد فكرة ترتيب البيت كله مرة واحدة بتبقى مرهقة جدًا وده شيء طبيعي، بس الحقيقة إننا مش محتاجين نبدأ بالبيت كله، إحنا محتاجين نبدأ بركن واحد بس. أنا مثلًا النهارده بدأت من لعب بنتي، رُكن صغير لكنه كل أمّا أشوفه أحس بقد إيه زحمة وإن أنا متوترة وأنا باتوتر أوي من المنظر ده، لمّا خلّصته حسيت إن المكان كله اتنفّس، مش لازم ترتّبي البيت كله مرّة واحدة، يكفيكِ شرف المحاولة. كفاية بس إن أنتِ تبدئي من رُكن صغير مش يعني اختاري كده أي رُكن أو أكتر رُكن مضايقِك في البيت وابدئي بيه، رُكن مع رُكن مع رُكن كلّه هيجُر بعضه، واعملي كل يوم مهمة واحدة بجانب المهام اللي أنتِ بتعمليها يوميًا. إحنا كل يوم عندنا مهام أساسية، زي إن إحنا نعمل أكل، إن إحنا نخلّص مواعين، إن إحنا نعمل غسيل، نشغّل غسالة وننشّر ونلِم آخر اليوم ونطبّق، دي مهمات أساسية. ممكن نضيف عليهم مهمة كمان في النُص في أي وقت فاضي حتى لو مهمة تخلّصيها في 10 دقايق، اختاري مهمة واحدة تخلّصيها تحاولي تخلّصيها في 10 دقايق. أي رُكن عندِك مضايقِك ابدئي بيه، تسريحة، ضلفة دولاب، رُكن دولاب من المطبخ، فوق التلاجة لو مكركب، فوق مثلًا الغسالة لو في حاجات كتير، لو عندِك دولاب خزين في التويلت ممكن تبدئي بيه، ضلفة واحدة من النيش، ضلفة من البوفيه، ابدئي برُكن واحد بس، كل يوم مرّة مع مرّة هتلاقي في آخر الأسبوع أنتِ أنجزتِ جزء كبير جدًا، جدًا من البيت. نصيحة خلّي دايمًا جنبِك 2 باسكت أو كيسين، واحد للزبالة حاجات مكسورة خلاص مش هنستخدمها تاني، حاجات تانية تعتبر كراكيب، مش مكسورة وسليمة بس أنا مش هاستخدمها تاني، مش هاستفيد بيها، أدّيها بقى لأي حد يطلّعها يعني أطلّعها لأي حد محتاجها غيري، هي تعتبر كراكيب عندي، أنا يمكن أستخدمها أنا مش عارف إيه، في قاعدة كده قانون، أي حاجة مهما كانت هي إيه موجودة عندِك في البيت عدّى عليها سَنة بدون استخدام، يبقى أنتِ عمرِك ما هتستخدميها تاني، لو كنتِ استخدمتيها كنتِ هتستخدميها خلال سَنة كاملة، فأنتِ ما استخدمتيهاش، فهي تعتبر كراكيب في البيت، وبجد الكراكيب دي شيء مُتعب يعني نفسيًا وجسديًا. أنا باشوف البيت اللي مليان كراكيب والناس اللي عندها اكتناز قهري ديّة يعني مشكلة بجد كبيرة جدًا، أنا أي حاجة أول بأول يعني وأنا بارتّب الدولاب باطلّع حاجات كتير أوي مش باحتاجها، وفي حاجات مثلًا باقول أنا يمكن أحتاجها لو أنا شاكة فيها بنسبة حتى 50% باسيبها على جنب، والمرّة اللي بعدها وأنا بارتّب دولابي خلاص أنا ما استخدمتهاش في الفترة اللي فاتت دي من آخر مرّة رتّبت الدولاب، يبقى أنا خلاص مش هاستخدمها تاني، خلاص بقى أنا باطلّعها. باخد القرار وباطلّعها، فأول حاجة إن إحنا نخلّص يوميًا 10 دقايق ناخد رُكن صغير نبدأ بيه، تاني حاجة نتخلّص من الكراكيب فورًا، أي حاجة مكسورة مش محتاجينها، تالت حاجة وهي أهم حاجة هي المداومة، المداومة على النظام، إن إحنا عملنا حطينا system ورتّبنا ونظّمنا، نحافظ بقى على الsystem والنظام اللي إحنا حطيناه. تمام، إزاي بقى؟ إحنا حتى لو يعني مش أنتِ لوحدِك، أنتِ طبعًا مش هتقدري في البيت لوحدِك تسيطري على نظام البيت كلّه، لازم بمشاركة أفراد البيت، حتى لو كانوا هُم عشوائيين مش منظمين بالتعوُّد واحدة ورا واحدة، مرّة ورا مرّة، الموضوع هيبقى بسيط وسهل وهُم هيتعوّدوا. أنا باتكلم هنا عن أطفالنا، خصوصًا الأطفال في سِن صغير عندهم قابلية كبيرة جدًا، جدًا، جدًا للتعلُّم. والأطفال وهُم صغيرين بيحبّوا النظام جدًا، يعني أنتم شايفين دولاب بنتي كان عامل إزاي، هو مش دايمًا كده، أنا معوّداها من وهي سَنة أول ما بدأت تمشي، يعني أنا عندي فيديوهات كتير وهي صغيّرة أنا مصوّراها وهي سَنة أو أقل كمان ما شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك يا رب عليها، معوّداها توتي بتطلّع اللعب تلعب بيها، نبتدي نلمّها سوا أنا وهي، نحطّهم في مكانهم. تمام، أول ما نخلّص لعب، مرّة أساعدها، مرّة أخلّيها هي تلِم لوحدها وأشجّعها وبرافو ويالّا بينا شاطرة، مرّة ورا مرّة هي اتعوّدت لحد النهارده الحمد لله أنا حاطّة لها مقسّمة لها اللعب في بوكسات زي ما أنتم شايفين، معوّداها تطلّعي box تخلّصي اللعب بتاعه تلمّيه وتحطّيه وتطلّعي غيره، مش بنطلّع اللعب كلّها مرّة واحدة. هل ده دايمًا اللي بيحصل؟ لأ، أوقات بنكسر الموضوع ده. إمتى؟ زي ما أنتم شُفتوا كده حالة اللعب عاملة إزاي، عندنا بقى ضيوف في البيت أطفال كلّهم بيلعبوا سوا، فخلاص هُم بيطلّعوا اللعب كلّها وهي مش بتبقى عارفة تحافظ على النظام ده، فخلاص ما فيش مشكلة أنا بقى بارتّبه أنا وهي أو ممكن أرتّبه أنا، فهي بترجع من الحضانة شايفة حاجتها مرتّبة ومنظّمة زي ما هي متعوّدة.
حتى أوقات أنا من غير ما أقول خلاص هي اتعودت بتطلّع اللعب تلعب باللعبة الواحدة وتلمّها وتحطها في الbox بتاعها وترجّعها الدولاب، أوقات بالاقيها عملت يعني طلّعت كذا لعبة ولمّا بتخلّص بترجّعهم تاني مكانهم، من غير ما أنا أطلب منها ده، فهي خلاص اتعودت. حتى أوقات بالاحظ لمّا بيكون عندنا ضيوف ومعاهم أطفال، هي بتقول لهم لأ، ماما بتقول إن إحنا نطلّع لعبة واحدة، فهي بتقول يعني هي اتعلّمت النظام وبتعلّمهم هُم كمان. فما شاء الله هو الموضوع كُلّه والله تعوُّد بس مش أكتر. فأنتِ بقى ممكن تاخدي مهمة واحدة تعمليها من اللي أنا باعملها دي في يوم، ممكن ترتّبي دولاب الأطفال في يوم، درج واحد زي الدرج اللي أنا عملته معاكم دلوقتي ده يتعمل في يوم لوحده لو أنتِ مش قادرة تبدئي. بُصّوا أنا هنا مثلًا عاملة نظام في بيتي، يعني الفايل الكبير ده فيه كل أوراقنا المهمة، والفايل الأولاني الشفاف ده باجمّع فيه كل الحاجات اللي توتي بتعملها في الحضانة وباشيلها لها ذكرى اللي هي الحاجات الcrafts والحاجات اللي هي زي كده يعني. دولابي برضه دخلت أرتّبه وبرضه طلّعت شوفوا أنا كل مرّة باطلّع منّه كذا حاجة، يعني أنا طلّعت كل الحاجات دي حاجات خلاص مثلًا ألوانها بهتت مش هالبسها، ضيقت عليّا، صغرت، أنا مش مرتاحة فيها، باطلّع كل الحاجات دي أدّيها لحد محتاجها، ولو عندي حاجة تتصلّح زي مثلًا ده فستان محتاجة أعمل فيه تعديلات طلّعته بالمرّة، فكل مرّة وأنا بارتّب دولابي باكتشف حاجات تانية، وبقى الحاجات اللي أنا كنت عاطية لها فرصة من المرّة اللي فاتت خلاص بقى خدت فيها قرار المرّة دي. هو بجد التنظيم مش بس بيدّي شكل حلو لأي حاجة بنعملها، هو بجد بيريّح أوي. دلوقتي مثلًا أنا خزين البصل عندي خلص، وبجد الموضوع ده كان بيريّحني جدًا، جدًا، بابقى متطمنة. في أوقات طبخات بتحتاج بصل فريش أعمله دلوقتي، لكن أوقات كتير بابقى مزنوقة في الوقت وما عنديش وقت لسه هاقطّع وأفرُم بصل، فالموضوع ده بيفرق معايا جدًا. فأنا خلصت اللي عندي وضروري يبقى عندي تاني، فرُحت جِبت بقى مع بعض كده مرّة 5 كيلو بصل قطّعتهم وعملتهم مرّة واحدة برضه مهمة تاخد مثلًا ربع ساعة والّا نُص ساعة أيًا كان، بس مهمة عملتها في جدول يوم من أيامي وخلّصتها الحمد لله. كل حاجة بتحضّريها النهارده هتشكري نفسِك عليها بعدين، إحنا ساعات بنستسهل نأجّل، لكن الحقيقة إن التجهيز البسيط ده بيريّحنا أيام وأيام بعد كده. إحنا ساعات بنستنى يوم فاضي علشان نرتّب البيت كلّه ونقلب بقى البيت كلّه مرّة واحدة، اليوم ده غالبًا مش بييجي عشان إحنا بنكسّل، ففكرة إن إحنا هنرتّب البيت كلّه مرّة واحدة ده بيدّينا كسل وبنفضل نأجّل في الموضوع مرّة ورا مرّة. لكن لو كل يوم عملنا حاجة صغيّرة بس، بعد أسبوع هتلاقي البيت اتغيّر تمامًا من غير ما تحسّي. التنظيم مش سباق، هو لازم يبقى ولا لازم يبقى حاجة مثالية، هو عادات بس صغيّرة كده مرّة مع مرّة بتكبر. مرّة هتاخدي نُص ساعة أو ساعة حتى في تنظيم درج واحد، المرّة اللي بعدها هتاخدي ساعة إلّا ربع، اللي بعدها نُص ساعة، اللي بعدها ربع ساعة. ليه؟ لإن أنتِ اتعوّدتِ، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنتِ طلّعتِ كل مرّة بتطلّعي شيء أنتِ مش محتاجاه بتتخلّصي منّه، فخلاص ما بقاش موجود غير الضروريات، فالموضوع ما بقاش بياخد منِّك أكتر من 10 دقايق. أنا مؤمنة إن البيت مش المفروض يبقى كامل، لكن المفروض يبقى بيت مُريح، لإن بعد يوم طويل من الشغل والمسؤوليات اللي ورانا، إحنا كُلّنا بنرجع على مكان واحد وهو بيتنا، على كنبتنا الحلوة المُريحة، ولو البيت نَفْسه مزحوم ومكركب هنحس إن إحنا لسه تحت ضغط. لكن أول ما عينِك بتُقع على رُكن مترتِّب وجميل ومتنظَّم، بتحسّي براحة من غير حتى ما تاخدي بالِك. حتى الحاجات الصغيّرة دي، رُكن الصفّاية والصفّاية اللي بنحُط عليها الأطباق، لمّا بتنضف وترجع مكانها بتخلّي البيت شكله متجدد ونضيف، وبتحسّي بقد إيه إنتعاش طول ما أنتِ واقفة في المطبخ. مش لازم أبدًا نشتري حاجات جديدة، أوقات الاهتمام باللي عندنا بيخلّيه كإنه جديد بالضبط. لو أنتِ دايمًا بتقولي لنفسِك أنا مش قادرة، أنا تعبانة، أنا مكسلة، ما ليش مزاج، يبقى ما تبُصّيش للبيت كلّه، بُصّي لرُكن واحد بس، أول درج، أول رف، أول ترابيزة عينِك تيجي عليها. أول ما تخلّصيه اعملي لنفسِك كوباية شاي كده، كوباية قهوة، واعتبري دي مكافأتِك إن أنتِ خلصتِ درج واحد، وبُكرة اختاري رُكن تاني. صدقيني بعد فترة هتبُصّي حواليكِ وتقولي أنا إمتى خلّصت كل ده، أنا إمتى عملت كل ده، إمتى البيت بقى منظَّم وهادي كده. الطريقة دي بتخلّيكِ تنظّمي بيتِك من غير ما تتعبي نفسِك أبدًا ولا جسميًا ولا نفسيًا. الفلتر ده عندي أنا مأجّلة الخطوة دي بقى لي أكتر مثلًا من أسبوع أو 10 أيام، كل ما أشوف أقول هاعمله، هاعمله وبانسى، وأوقات باكسّل يعني حاجة ما خدتش منّي 10 ثواني بالضبط. هو الفلتر ده أنا حاطاه في الحنفية بتاعة المطبخ، الحنفية العادية. هو كان أول ما اشتريته طبعًا كان جوّاه فلتر، وبعدين لمّا لقيته عمل زي المنظر اللي أنتم شفتوه ده كده، فكّيته اكتشفت إن هو بيتفك، فكّيته ورميته، فهاحط إيه مكانه؟ للأسف هو بيتباع كلّه مع بعض، يعني هو مش بيتباع له قطع غيار مثلًا أول ما الفلتر اللي جوّاه يتملى شوائب وكده من المَيّة أغيّره أو أشتري فلتر جديد، لأ هو لازم
عشان تشتري الفلتر كامل على بعضه، ومش لاقياه أصلًا كمان. أنا دي كانت جاية لي كان حد يعني جايبها لي من محافظة تانية، فأنا مش عارفة هي أصلًا ما شُفتهاش خالص في المحلات عندنا هنا في إسكندرية. فلحد أمّا ألاقيها عملت إيه، أنا عندي القطن ده اللي بامسح بيه الmakeup هو قطن صافي، أي بقى قطن حتى من الصيدلية كمان لو كان عندي كنت استخدمته، وطبّقت كده باحط كذا طبقة. يعني الموضوع ده أنا باعمله بقى لي كتير أوي، لحد الآن فعلًا مش لاقية الفلتر ده خالص في المحلات. باطبّقهم كده وباحطّهم وباقفل بقى عليها الفلتر بقى بقية الحنفية باقفلها كويس. زي ما أنتم شايفين يعني أنا دلوقتي باغيّرها قدّامكم، أنتم شايفين المنظر اللي أنا طلّعته كان عامل إزاي، ده من المَيّة. يعني إحنا حتى مش بنشرب من المَيّة من الحنفية ديّة، مش مخصّصة عندي للشرب علشان أنا ركّبت فلتر. بس أنتم شايفين قد إيه كمية الشوائب اللي طالعة من المَيّة، وأنا حاطّة الفلتر ده لو ما كنتش حاطّاه بقى. فدي حركة بسيطة بس حبيت أوريها لكم، لإن لو حد عنده نفس النوع أو مش عارف يتصرّف إزاي أو كده، دي فكرة بسيطة ممكن تطبّقوها. أنا في الأساس كنت جايبة الفلتر ده بس علشان يطوّل لي الحنفية، لإن الحنفية عندي قصيّرة أوي على الحوض عميق ما شاء الله. لمّا باشغّل الحنفية بتطرطش المَيّة وبتبهدلني وأنا واقفة باغسل المواعين أو باعمل أي حاجة، فكنت جايبة فلتر ده علشان بس يطوّل لي المسافة شوية. لكن لمّا اكتشفت بقى موضوع الرواسب والكلام ده، بجد يعني حاجة بشعة خالص. كان عندي فلتر غير ده، فلتر عادي وصلة حنفية طويل عادي من غير فلتر يعني. بس من ساعة ما جِبت ده واستخدمته الصراحة، وأنا بقيت مُعتمداه خلاص مش عايزة أغيّره لحد أمّا ألاقي واحد تاني زيّه كده يكون فيه الفلتر بقى بتاعه من غير موضوع القطن ده. مهمة تانية برضه صغيّرة خلصت برضه في أقل من 10 دقايق، هي العلب اللي أنا باحُط فيها بقى الشعرية ولسان العصفور والرز والحاجات دي. أول ما بتخلص باطلّعها كده قبل ما أجيب الجديد، أغسلها وأضبّطها وأسيبها تنشف وأحُط بقى الجديد على نضافة. وباعمل كده برضه في البرطمانات بتاعة التوابل، باعمل كده برضه في السبِتة اللي باحطها في التلاجة اللي باحط فيها الخضار، أو السبِتة اللي باحط فيها برّه البصل والتوم والحاجات دي، بامسحها أول بأول لو ما ينفعش ليها غسيل بتتمسح وتتضبّط وتتنضّم وتتحط في مكانها. يعني ممكن نربط مهمة بمهمة تانية، إن أنا جايبة خزين وخضار عايزة أحطه في التلاجة أو في مكانه، هاشوف العلب والمنظمات بتاعته بالمرّة وأنا واقفة هاعبّي وكده، أحط إيه، أغسلها وأضبّطها وأحط فيها الحاجات اللي أنا جايباها بقى جديد على نضافة كده. أنا باحب أشوف كل حاجة قصادي جميلة، مرتّبة، نضيفة. أنا باحب التنظيم جدًا فوق ما أنتم متخيلين. يعني باحب كده لمّا أدخل أفتح ضلفة من الدولاب ألاقي كل حاجة متنظمة، كل حاجة في مكانها، كل حاجة مرتبة، وكل حاجة شايفاها عينيّا نضيفة. يعني أنتم مش لازم أبدًا، أبدًا نروح نشتري منظمات وحاجات. أنا كل المنظمات وكل الحاجات اللي أنا باوريها لكم وباصور لكم فيها دي أكيد ما جبتهاش مرة واحدة. ودايمًا باقول لكم كده أنا مش جبتش الحاجات دي كلها مرة واحدة، ولا حتى متجوزة بكل الحاجات دي. حاجات كتير جدًا يمكن نُص الحاجات اللي عندي دي أنا جبتها بعد الجواز، واحدة ورا واحدة. مرّة كل فترة كده أجيب لي علبة، أجيب مرّة تانية أزوّد عليها علبة تانية. باحاول على قد ما أقدر أوحّد الشكل أو أوحّد اللون علشان ما يبقاش عندي كركبة وألوان كتير. يعني أنا دلوقتي بقيت باميل الفترة دي أكتر للحاجات الخشبية والحاجات اللي هي الشفافة، علشان أبقى شايفة الحاجات اللي جوّه أو الحاجات الإزاز. بقيت بابعد عن العلب الملونة أو اللي عليها رسومات أو كده. ليه؟ بيكون المنظر مُريح أكتر وأهدى وأنا شايفة إيه اللي جوّه. فباحب زي ما باقول لكم كده باحب أفتح دولاب مثلًا التوابل، ألاقي كل حاجة مترصصة قدّامي، كل حاجة نضيفة من برّه ومن جوّه، كل حاجة متلمّعة والضلفة نفسها رايقة وفاضية وأنا شايفة كل حاجة كده قصادي. وده بينطبق على كل حاجة عندي في البيت، أي درج، أي ضلفة دولاب، أي حاجة، دايمًا باحب يوصل لي الإحساس ده أول ما أفتح ضلفة الدولاب دي أو الدرج ده. وقبل المنظمات وكل الكلام ده، أنا دايمًا في فيديوهاتي القديمة ارجعوا لها، باشارك معاكم التنظيم. قُلت لكم قبل كده بنستخدم علب الجبن والحاجات اللي هي الشفافة البلاستيك دي، نقص الغطا أو نسيب الغطا ونحطها في الأدراج كده ونستخدمها كمنظمات شكلها حلو ولطيف ومهندم. في المطبخ ممكن نستخدم البرطمانات الإزاز بتاعة الصلصة أو بتاعة السمنة أو الحاجات دي، نشيل بس الsticker اللي من برّه ده تبقى كلّها شكلها لطيف.
مش لازم أبدًا نكلّف نفسنا أو نيجي على نفسنا عشان نبقى منظمين، التنظيم والله هو سهل جدًا ومش بجد مش بيحتاج إمكانيات أبدًا، زيه زي ال مثلًا هادّيكم مثال بسيط، زيه زي الاستحمام كده، أنتِ علشان تبقي نضيفة وريحتِك حلوة مش لازم بقى أروح أشتري برفانات وbody splash وكريمات ومش عارفة إيه عشان أبقى بنت حلوة ونضيفة وريحتي حلوة، الموضوع أبسط من البساطة، ندخل ناخد shower بليفة وصابونة، إحنا كده بقينا نضاف وريحتنا حلوة وزي الفل. التنظيم برضه كده، مش لازم عشان أبقى منظمة ونضيفة ومطبخي شكله حلو أروح أشتري منظمات بقد كده وأكلف نفسي، أبدًا، المكان بس يتنضف بليفة وسلكة كده وصابون مواعين، ننضف المكان، نرص الحاجة اللي قدامنا سواء في أكياس أو في علب شفافة شكلها لطيف من إعادة تدوير، إعادة تدوير بقى علب سمنة، علب صلصة، أيًا كان، الموضوع أبسط من البساطة خالص. وفي الآخر أنا ما عملتش تنضيف شامل وما خلّصتش البيت كله، لكن عملت شوية حاجات كانوا محتاجين فعلًا يتعملوا، وده كفاية بالنسبة لي أوي النهارده. افتكري دايمًا البيت مش مشروع لازم يخلص في يوم واحد، البيت بيتبني يوم ورا يوم بحاجة صغيرة، وإحنا نستحق نعيش في مكان يريّح قلبنا قبل ما يريّح عينينا. ولو النهارده عملتِ رُكن واحد بس فأنتِ كده بدأتِ، وده أهم من إنِّك تستني اليوم المثالي اللي تبدئي فيه. قولي لي بقى لو هتبدئي من رُكن واحد بس في بيتِك النهارده هيكون إيه؟ الدولاب والّا المطبخ والّا التسريحة؟ ولو دي أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده فيها أفكار كتير.